السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأحسن حال. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ده الفيديو اللي انا كنت موعداكم بيه وقلت لكم هوريكم الخروجه اللي احنا خرجناها، اللي هي بتكاليف بسيطة جدا. وزي ما انتوا شايفين من بره، اسمها ايه؟ اسمها برنسس باليس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اسمها قصر الأمراء. حاجة كده جميلة، كل حاجة فعلا وعلى قدها. يعني انا وريتكم في الفيديو اللي قبل ده الجنينة اللي هي كانت ب5 جنيه، كانت مساحتها قد ايه وكان عيوبها ايه. والجنينة دي قصادها البرج للمأكولات البحرية، مشهور جدا في الحي السابع. ميني باص 12 بيعدي من هناك، و14 برضو بيعدي من هناك، واي ميكروباص بقى رايح الحي السابع. الجنينة دي فين؟ في الحي السابع. جميلة زي ما انتوا شايفين كده، تحسي فعلا ان انت داخلة قصر. بصوا المنظر بتاعها من بره، كمان انا مش جايباها قوي. بصوا سلم من على الناحيتين، وعلى ايدك اليمين ملاهي، وهقول لكم برضو اسعار الملاهي ايه. وعايزه اقول لكم اصلا فوائد الخروج دي ايه. اقول لكم بقى فوائد الخروج الاول، ولا اقول لكم اسعار الملاهي الاول، ولا اسعار الجنينه الاول؟ عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله لكم على الجنينه دي وعلى الخروجه دي، مش عارفه ابدا لكم منين. بصوا الجمال، يعني تبصي من فوق كده تحسي فعلا ان انت داخله قصر. بتنزلي من السلم ده كده نور من على الناحيتين، وفي اخر الجنينه قاعه بتاعت افراح، ومن الناحيه دي كده كلها جناين ونور بقى وانوار، يعني حاجه كده خيال. ومساحات جميله بقى وكتيره. وكمان في مكان هناك للسيشن، غير طبعا قاعه الافراح. انا مش قادره استنى، عايزه اقول لكم عايزه اقول لكم فوائد الخروج. تعالوا بقى ندخل على اول فايده. اول فايده من الخروج، اول حاجه لما بتخرجي في الشمس كده بتاخدي فيتامين د. فيتامين د ده بيحافظ على عظمك كله. طب وايه تاني؟ وبتاخدي كمان كالسيوم من الشمس. طيب ايه كمان بناخده؟ بتغيري المود بتاعك، بتسيبي خلاص الطاقة بقى السلبية بتاعتك دي وبتاخدي طاقة إيجابية، والهرمون بتاع السعادة عندك بيعلى، وبتحسني الحالة المزاجية بتاعتك. طب وده بيعمل ايه كمان؟ يعني غير ان هو بيحسن الحالة المزاجية بتاعتك، لا كمان بنقلل من مرض الاكتئاب. يبقى كمان ما يجيلكيش اكتئاب، مادام انتي بتخرجي كده وبتهوي عن نفسك مش هيجيلك اكتئاب. طيب ليه يا حبيبتي تستني لغايه لما يجيلك اكتئاب؟ ما تخرجي من دلوقتي. طيب ايه كمان؟ الجهاز بقى المناعي بتاعك دوت بيبقى داخله باور كده، وبيبقى مش اللي هو عرضة لأي مرض، لا بتحس ان هو بيقوى كده. سبحان الله والله العظيم طيب ايه بقى كمان من فايدة الخروج؟ لما بتمشي بتحافظي على اللياقة البدنية بتاعتك، طبعا من غير ما تبذلي اي مجهود ولا اي حاجة. طيب ايه كمان؟ بتحرقي كمان الاكل اللي انت اكلتيه. يعني انت مثلا اكلتي وجبة كده دسمة شوية، او اي اكل عموما، وخرجتي فانت كده بتحرقيه، بتخرجي بقى كل الايه، السعرات الحرارية اللي دخلت. طيب ايه كمان؟ بتقللي من الافكار السلبية، وبتفكري بقى ايه، يعني في امور حياتك كده بايجابية شوية. طبعا غير ما انت بتعرفي على ناس، لو انت بتعرفي اللي انت ما بتخرجي بتتأقلمي على الجو، بتصاحبي اللي حواليكي. لو ما بتعرفيش برضه يعني مش مشكلة، كفاية اللي معاكي. حتى لو انت خارجة لوحدك برضه، بس حاولي انت تاخدي حد معاكي، ما تخرجيش لوحدك. لكن لو ما عندكيش ما فيش مشكلة يا حبيبتي، لا ما فيش خالص. طيب ايه كمان فايدة بقى مهمة جدا ومش هتتخيليها، يعني سبحانك يا رب. لما بتخرجي بتاخدي كمية فيتامينات بتقلل من مرض القلب والسكتات الدماغية. وايه كمان؟ والإصابة بالسرطانات وكسور العظام وتسوس الأسنان. متخيلين دي؟
متخيلين ان احنا لما بنزعل شوية بنلاقي ضروسنا وجعتنا، بنلاقي سناننا بايظة؟ عرفتي سنانك بتبوظ ليه؟ بتبوظ من كتر ما انت قاعدة زعلانة ومكتئبة وحزنانة. فلا، ما تسيبوش نفسكم كده. لو جالك فرصة ان انت تخرجي، اخرجي وحطي في دماغك اللي انت عايزة تهوى عن نفسك، واللي انت عايزة تخرجي الاكتئاب اللي عندك وتجددي الطاقة بتاعتك. كمان الاولاد كمان يعني بيساعدهم ايه على تطور القدرات بتاعتهم الحركية والعقلية. مخهم تحس كده ان هو ايه، آه بينمو كده، بيتحفز. بتحس ان هم بيفكروا بشكل تاني، غير ما هم قاعدين في البيت ليل ونهار واكلين شاربين نايمين. حاجة البيت مش هتخلص، وانت خليكي ست بيت كده شاطرة كده أمورة كده عسلية، مرتبة دنيتك، مرتبة بيتك، مرتبة. آه هتقولي مثلا في ناس فعلا هي ما بتحبش تخرج، بتحب القعاد في البيت، وتقولك ايه، هو احنا ما بنخلصش خالص من البيت ومن ترويقه ومن تنظيفه؟ طب ما انت قسمي، اعملي مثلا يا ستي اكلي يومين، مش لازم تعملي كل يوم الاكل. اليوم اللي انت هتخرجي فيه ده اعملي اكلك من قبليها، غسيلك من قبليها. مش لازم يعني كل يوم هتغسلي وكل يوم هتعملي اكل وكل يوم تعملي كل الحاجات، لا. بيجي علينا ايام من كتر الضغوط دي بنبقى نايمين في السرير مش قادرين نقوم خالص ولا قادرين نكلم حد. فبدل ما نوصل للمرحلة دي، لا، احنا ممكن ناخد اليوم ده وبرضه في اليوم ده ما بنعملش حاجة فيه. فايه، نعتبر ان اليوم ده جه، بس هو ايه، يعني جه بقى بمزاجنا، مش جاية غصب عننا، لا. ما تستسلموش وتفضلوا قاعدين حزنانين وزعلانين، لا. اخرجوا وغيروا جو وفسحوا ولادكم وعرفوا ولادكم المناطق اللي موجودة في القاهرة او على حسب المدينة بتاعتكم. ما يبقوش قاعدين مش عارفين مكان زي ده. ما يعني في ناس كتير هتيجي تقولك فين الجنينة بتاعت قصر الأمراء دي؟ احنا أول مرة نسمع عنها. أنا بقول مثلا، يعني في البعض ممكن تكون ناس كتير عارفاها وممكن يكون ناس مش عارفاها. طب مش عارفاها ليه؟ عشان هي قاعدة قافلة على نفسها، مش عارفة حاجة إلا البيت والسوق والعيال ويعني مش عايزة اقول لكم بقى، يعني مش عايزة اقول لكم. تعالوا بقى نرجع لجمال الجنينة وحلاوة الجنينة. بص المنظر الجميل ده، الخضار ده بتاع الارض، والجنينة نضيفة فعلا. ولو معاكوا عربية او حاجة ممكن تدخلوا بيها عادي، مفيش مشكلة. والناس كلها يعني، مش معظم الناس خارجة على فكرة بأزواجهم، في ناس خارجة من غير أزواجهم. عشان اللي هترد برضه في التعليقات وتقولي ايه، زوجي ما بيرضاش يخرجني، ممكن تستأذنيه وتخرجي يا روحي. مش لازم يعني ايه تفضلي تزن عليه. لا، لو استسمحتي وقالك ماشي فماشي، مفيش مشكلة. الانوار بقى جميلة جميلة جميلة. انا كده جايبه لكم المكان بالنهار وهجيبه لكم كمان لما الدنيا تضلم كده. المكان بقى هنا عايزه تروحي باكل هتروحي، عكس بقى الجنينه التانية خالص. اللي ما شافش الفيديو بتاع الجنينه التانية بتاع منتزه الطاهره يروح يشوف. عايزه هنا تدخلي باكل بتدخلي، عايزه تدخلي وبعدين تخرجي تجيبي اكل، تجيبي الحاجات بتاعتك يعني اللي انت عايزاها، بتخرجي تاني تجيبيها، مفيش مشكله. عايزه تجيبي ملايه بتجيبي، عايزه بتقعدي في اي مكان بتقعدي، في عاملين مقاعد بنقعد عليها. وعايزه تقعدي في الارض بتقعدي على النجيله. وتجيبي كوره بقى والعيال يقعدوا يلعبوا بيها، يقعدوا يتمشوا. طبعا عايزه تخرجي انت ومامتك، انت واخواتك، انت وراحتك، يعني انت وصحابك. اسعار الجنينه بقى ايه؟ قبل الفيديو ما يخلص وما الحقش اقول لكم، الدخول الفرد ب10 جنيه، يعني مش بتمن كيس شيبسي. الملاهي احنا رحنا كان قرب العيد كده، فكانت الملاهي ب20 جنيه اللعبة.
انما في الايام العادية ب15 وب10. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو كده يشجعني.